لدي الآن كناريين أحمر موزايك. هذا يعتبر شيمل وهذا يعتبر انتنزيف. كما نلاحظ رأسه أصغر من رأس الشيمل، وحتى اللون يكون أغمق هنا إذا نلاحظ من الشيمل. ونأخذ كنار اللي على يسار وننظر إلى داخل الريش بهذا الشكل، ونلاحظ هنا بهذا المكان يكون ريش أطول، الريش طويل، وأرجو أن يكون واضح. هنا يكون الريش طويل، وناخذ انتنزيف بهذا الشكل، ونلاحظ أن الريش هنا قصير جدا بحيث نقدر أن نقول أنه لا يوجد ريش هنا. أرجو أن يكون واضح. هنا ناخذ الآن أنثيين، واحد انتنزيف وآخر شيمل، عندهم فراخ كما نلاحظ. انتنزيف شيمل دائما رأس شيمل أصغر، واللون كما نلاحظ فاتح أكثر. وهنا انتنزيف يكون رأسه أصغر ولونه غامق أكثر. هذا في الكناري الموزايك. وقبل ذلك نحن تكلمنا عن الكناري. هذا الكناري كما نلاحظ انه كناري انتنزيف انثى. والآن منطقة البطن نشوف انتنزيف، والآن نلاحظ الريش الشيمل اللي هنا موجود، وهنا ريش الشيمل بي. وهذا الكناري، هذه الأنثى تعتبر انتنزيف شيمل، ونسبة الشيمل فيه قليل جدا كما نلاحظ هنا. هذا الريش هو شيمل، كما نلاحظ وجود اللون الأبيض في آخر الريش. لكن إذا لاحظنا أي ريش آخر هنا نرى أن الريش حتى آخره كله لونه أحمر، ولا يوجد لون الأبيض فيه. أشكركم.